أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والنبيين وآله وصحبه والمؤمنين، وبعد. إخوتي الكرام، اليوم بإذن الله أحدثكم عن نسبة الذين يدخلون الجنة ونسبة الذين يدخلون النار وأعدادهم. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: من كم؟ قال: من كل 1000. قال الراوي: أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، أي على الصحابة رضوان الله عليهم، واشتد عليهم، كما في صحيح مسلم وكما في صحيح المسند للوادعي: بكوا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، بكوا وتباكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم يطمئن حالهم ويطمئن قلوبهم ويهدئ نفوسهم، قال: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة. فكبرنا. وكما جاء في صحيح الترمذي للألباني عن عمران بن حسين رضي الله عنه، جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم، وفي رواية من كفار بني آدم وبني إبليس. وإذا تأملنا في هذا الحديث إخوة الكرام، نجد عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى التي خص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلها شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقارن أمته مع الأمم الأخرى فقال: كالشعرة مقابل شعر الثور، أي أنهم ما نسبته شعرة وما عدده شعرة مقابل شعر الثور. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شعرة الذين يدخلون الجنة، وهم شطر أهل الجنة. معنى ذلك أن النصف الثاني، الشطر الثاني، شعرة. وهذا يدل على أن الذين يدخلون الجنة هم ما مقداره وما عدده شعرتان مقابل شعر الثور. وانظروا إلى هذا العدد الهائل الذين يدخلون، الذين يكونون من أهل النار، ثم أفواج تلو أفواج، ثم تقول النار: هل من مزيد؟ ثم انظر أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقارنة يوضح ما يلي حسب ما نفهم نحن أو ما نريد أن نفهمه في واقعنا، أن الذين يدخلون النار 999، ويمثلون من الكفار ومن بني إبليس ومن يأجوج ومأجوج، حيث يمثلون من أمة محمد. فهذا يخفف النسبة، أي أن المسلمون اليوم 1.5 مليار، لو قلنا أنهم مليار، فمعنى ذلك أن هذا المليار لو مثل واحدا لكان ما يقابله من العدد 6000 مليار يدخلون النار، ومليار مقابل هذا النسبة التي هي 1 يدخلون الجنة. ثم انظر أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بداية الأمر، يقول: ربع إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم ثلث أهل الجنة، ثم نصف أهل الجنة. أي أن هذا الأمر يدل على أمرين، إحداهما أو كلاهما. الأمر الأول أن الذين يدخلون الجنة في بداية الأمر يشكلون ربع، ثم يتأخرون، الذين بعدهم يكونون ثلث، ثم الذين بعدهم يكونون نصف، حتى تكون أمة محمد شطر أهل الجنة. أو الذين يتأخرون يخرجون من النار، يشفعون من النار حتى يدخلون الجنة، حتى يشكلون نصف أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار،
اللهم ادخلنا جنة الفردوس، 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 اللهم ادخلنا جنة الفردوس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والنبيين وآله وصحبه والمؤمنين، والحمد لله رب العالمين.